مساء الخير ومساء النور على كل مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم قناة إلياس الجزائري. موضوعنا اليوم هو حقيبة الخدمة الوطنية. ما هي الأشياء التي يحتاجها كل شاب جزائري للذهاب لأداء الواجب الوطني، الخدمة الوطنية اللي هو الأرمي عندنا. المهم هذه هي الكابا اللي راكم تشوفوها قدامكم. هذه أنا الكابا اللي شريت، السعر تاعها شريتها 400,000. في الاول انا حسبتها كبيره، ولكن في الاخر جاتني صغيره، يعني بزاف الحوايج ما ديتهمش معايا للاسف لانها ما كفتنيش. دوك نفتحوها مع بعض ونكتشفوا واش كاين لداخل، واش يحتاج كل شاب. ان شاء الله يا ربي ندعي لكم مع بدايه الفيديو، نقول يعني ربي يسهل لجميع واحد فينا، وان شاء الله يا ربي يعني تفوتوها بخير وعلى خير وترجعوا سالمين وغانمين. هذه هي، نروح نكتشفوها مع بعض. المهم خوتي، نعاود نذكركم بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس هكذا باش توصلوا بكل جديد، وتدعموني بزر لايك. راه الاشتراك واللايك شيء عادي عندكم، ولكن راه يعنيني الكثير بالنسبة لي. وهذه هي مجمل الاشياء اللي رايحين تحتاجوها. تم. والان راح نبدا نذكر بالوحدة وندخل داخل الحقيبة. المهم خوتي، الحاجة الاولى قلت لكم تبداو بالحقيبة. هذه هي الحقيبة، ودوك نبداو نحطو فيها الاشياء. اول حاجة اللي هي مهمة بزاف هي انكم المصحف والسجادة. راه هاد السجادة تدي وقت، قلت لكم تدي وقت، تدي بلاصة. انا ما ديتهاش في عودها، هديت هاد الدرا، منها نستخدم هدرا ومنها نصلي عليها. لذلك حاولوا تجيبوا هادوك السجادات الرقاق، ولكن السجادة والمصحف راهم ضروريين. بعد السجادة الملف الطبي تاعكم، اللي عنده ملف طبي راه مهم جدا، والملف الطبي، ولازم تدو معكم الدواء اللي تابع للملف الطبي، لانه قدر الطبيب يعني يطلبها منكم. لذلك الملف الطبي هو الحاجة الدوزيام. الحاجة الثانية، حاجة ثالثة هو التليفون. ما تدوش معكم تليفون سمارت فون، ما تدوش معكم الهاتف الذكي، دو معكم هاتف سامبل كيما هذا. وإلا قدرتوا دو زوج، دو اثنين. أنا على كل حال ديت غير واحد، ولكن إلا قدرتوا دي اثنين، واحد تدفعوا عندهم، واحد إلا قدرتوا تدخلوه باش تطمنوا الأهل تاعكم. والساعة يعني إلا ما قدرتوش تدخلوا تليفون ولا ديتوا واحد ودفعتوه، دو معكم الساعة ونحوا لها هذول اليدين، يعني دوها غير دائرية باش تشوفوا شحال الساعة، هكذاك ما يحكمكمش التوتر والاكتئاب تما، لانه في الايامات الاولين رايحين تحسوا بشويه توتر. الحاجه الثالثه هي هذه الساكوشه، راهي ضروريه جدا باش هنا تحط مفاتح تاع الكادنا، هنا تحطوا دراهم، هنا الوراقي باش تدو معكم تاني هذاك الاستدعاء وبطاقة التعريف الوطني. وهنايا تحطوا مثلا كيما هذه ورقة وستيلو باش تكتبوا فيهم أرقام صحابكم، أي حاجة يعني تحبوا تكتبوها تما. المهم هذه الحاجة الثالثة. الله أكبر. الله أكبر، أذان الظهر دوك يأذن ونعاود نرجع لكم. أيضا ما تنساوش أنكم تدو تقاشر كثروا قد ما تقدروا. كيما أنا ديت هادو رقاق لازم يكونوا طوال، ديت 3 رقاق وزوج من هادو الخشن. واحد كي رجعت عطيتو ليما، كانت محتاجة، لقيتها محتاجة تقاشر، قلت لها ديريكت هاكي الجديد تقاشر. قلت لكم ما تنساوش لي درا، دو معكم لي درا باش تغطوها، لي درا تسحقوها سواء شتاء ولا صيف، ولا لي درا تسحقوها، لذلك دو معكم الدرا. نجو الان دو معكم الفيزوات، باسكو في الشتا رايحين تحتاجوهم، خاصة اللي رايحين للمناطق الباردة. أصلا الجزائر كلها باردة في الصيف، سواء شمالا ولا في الصحراء ولا وين ما رحتوا. فيزوات 1 2 3، ديت 3 فيزوات. تاني الملابس الداخلية، أنا هنايا ما ديتش غير واحد، ديت 3، ولكن الآخرين والله ما على بالي وين حطيتهم كي وليت، باسكو كنت مش معول نصور هذا الفيديو، ولكن الآن نصور فيه ما لقيتهمش الآخرين. تاني تريكوات، واحد تكونوا لابسينو البرد يا خاوتي، خاصة دفعة سبتمبر وجانفي، هاني نفكركم على البرد. 1 2 واللي تكونوا لابسينو. ايضا هنايا تاني ديباردورات، 1 2 3 4 واللي تكونوا لابسينو 5. الفيد تما، الوقت راح يكون عندكم بزاف فيد، خاصة قبل ما تلبسوا. دو معكم كتاب ولا زوج، يعني حتى بعد ما تلبسوا راه كاين الفيد باش تقراو. انا هذا ساعدني بزاف، يعني في يومين لحقت للصفحة 60 ولا هذا غير في يومين تم ولحقت للصفحة 60. أنا ساعدني بزاف هذا، خاصة تاع فن المبالاة، يعني لقيته ما على باليش ساعدني في الوضع بالذات اللي كنت فيه
كانه كان يهضر عليا. المهم ساعدني بزاف الكتاب. حاجه زوجه مشوار بابي، هاد المشوار بابي قسموها على زوج، مثلا زوج خلوه هكذا باش تحطوه لداخل، والنصف الثاني حطوه هكذا في الكعبه من برا، باسكو هادو ما رايحينش ما تحطوش فيهم حوايج مهمه تخافوا، ولا حطوا فيهم هكذا السرابط باش كي تروحوا تاكلوا ولا تغسلوا ولا تحتاجوهم باش تمسحوا. المهم دو معاكم العسل، انا ديت هكذا كميه تاع عسل حر، شريتها هاد الكميه الصغيره شريتها قيس 100,000. تاني دو معاكم تاني بليغه راهي تاني مهمه باش كي تصلوا وتانيت. وهنا بقات لنا مواد النظافه والدواء. هذا الدواء الاخر، هذا دواء خارجي يعني من غير اللي يتمشى بالوصفه الطبيه. هنا بديت بالطاسه، دو معكم طاسه راح تساعدكم بزاف، تساعدكم اثناء الحلاقه، تساعدكم في الوضوء. وهنايا الامور اللي باش تغسلوا فيه القش تاعكم. هذه آلة الحلاقة، دو الآلة اللي عندكم راهم يخلوها، يعني أنا كيف تشوني لقاوها خلاوني دخلتها، لأنه بزاف ناس يقولوا لي اسكو تقدر تدخلها ولا. على كل حال ما على باليش كل منطقة أخرى وكل بلاصة أخرى، ولكن أنا وين رحت خلاوني دخلتها عادي. والآن جيت دوك فتحت لكم هاد الساشية باش تشوفوا واش كاين لداخل. حاجه تاني مهمه بزاف، ادو فراشات تاع رونجاس، باسكو رونجاس راح يعطوه لكم بدون فراشات، ومن المستحسن تدو فراشات السيليكون من الصيدليه، هادو بزاف راح يساعدوكم باش ما تنضروش. تاني دو خيوط، دو خيط هكذا، دو كيما هذه زوج من الاحسن، ودو الطوال. تاني سراج، نمسح السراج، وهذه تحتاجوها، وهذه الشيته تاني باش تلحقوا باش ديروا بها السراج، على بالي رايحين تحتاجوها. هكذا كاش ساشيات قادرين تحتاجوهم تما، وكل شيء ممكن، لانه تما راه تربص مغلق ما تقدرش تخرج نهائيا. تاني دو شفرات الحلاقه، انا ديت هادو تاع نوعيه ممتازه، هادو ملاح، وديت تاني من النوعيه العاديه. ديت دو تاني شامبوان، ستيك، بلاستيك رايحين تحتاجوه، هذه علبة للصابون، هادو من نوعية عادية. انا هنا ديت صابون طرف، هذا باش تغسلوا به حوايجكم، وهادو انا درتهم طرف صغار باش نغسل بهم وجهي، لانه انا ما نحبش هذوك الصابون المعطر، يعني نستخدم هذاك الصابون السائل كيما سيرافي وغيرها من الماركات، ولا نستخدم ديريكت صابون الطرف. دو معاكم تحتاجوها حزام، رايحين تحتاجوا كادنة كبيرة وكادنة صغيرة، مش فيش وين حطيتها. المهم هذه باش تخدموها للخزانة، والصغيرة من هون. المهم كما قلت لكم كادنة كبيرة تسحقوها للخزانة، والصغيرة للكعبة. رايحين تحتاجوا معجون الأسنان، وانا ديت هذو معايا، معجون الأسنان تاعي القديم والفرشاة القديمة، وديت وحدة جديدة. رايحين تحتاجوا خيط، دو خيط أخضر تحتاجوه مع لاستيك. دو هذه هذه الريحة تديروها في الرونجاس تاعكم. المهم هذا عطر تاع الصباط باش يولي ما يريحش. دو معكم لاستيك، قلت لاستيك سكوتش هذا الكحل مقص، لا قدرتو تدخلوه. هذا الشب تاني صبر دوك نفتحو، والصاك تاني ما تنسوش الصاك اللي رايحين تحطو فيه لداخل. دو شيب من كلا النوعين، هذا ودو هذا. وهذو المساسك دو 10 على اقل كميه، دو 10. بلا ما ننساو فوطه باش نمسحو، وهذه لينجات. لو كنجو للدواء، هذه الدواء رايحين تحتاجوها، لانه راكم ممكن 45 يوم ممكن شهرين ما على بالكمش وين رايحين تخرجوا، لذلك ندو معكم الدواء. هذه علبة الصيدلية، شوفوا ندو معكم قطن، هذه صغيرة ديال 8500. ندو معكم اسبيجيك مليح للحمى، مليح للالم والحمى، يعني اي الم يوجعك وتاني للحمى، واسبيجيك تاني مليحة للالم الاسنان. ندو معكم اموكسيسيلين،
اموكسي ماكس ولا اموكسيسيلين. الدو الحمراء افضل من هذه، الحمراء مفعولها قوي، ولكن هذه جامي جربتها، ولكن الله غالب كنت رايح الوقت ضيق الواحد يشري برك. هذه لألم الاسنان، هذه مضاد حيوي. وثاني تدو هاد اي مرهم بوماده كي تعياو كي تجرحوا كي تضربوا هكذا في بلاصه راكم عارفين. المهم الانسان يدير احتياطاته. هذا مضاد للسعال، هذا مضاد للسعال للكحة. هذا مضاد للإمساك. تدو معاكم بونداج، كانت هادو كانوا عندي في الدار بونداج كيما هذا الحين تحتاجوه. تدو معاكم فاصمة من هذا النوع وفاصمة من هذا النوع، ودو معاكم ميكوسيد. هذه هي على ما أظن هادو هما الأشياء اللي رايحين تحتاجوها بإذن الله، وربي يوفقكم ويسهلكم إن شاء الله يا رب. نتمنى إن شاء الله يا ربي ما نكون نسيت حتى حاجة، وهذه هي ربي يوفقنا ويوفقكم يا رب. نعاود لكم هكذا طلع هذه من ناحية الدواء، كل واحد يسمى واش. المهم راكم على بالكم استعمالات تاع الدواء تاعكم. هادو مواد التنظيف، لي جوتاب، معجون الاسنان، شامبو، ستيك، الكادنه راهي لازم تدو الكبيره والصغيره، ستيك، الخيط، الابره كيفاش. شوفوا كيفاش انا والله ما شفيتوهاش من حاجه رشقتها هكذا دوك مازال ما لقيتهاش. لينجات، صابون، هذه وين تحطوا الصابون، فوطه، الصاك، مساسك، خيط ثاني حبلت على الخيط ثاني وين حطيته، ديت معايا حبلت على الخيط مي راه ما بانش هنا. دوك الا لقيتو نعاود نوريه لكم. اومو، طاسه، بليغه، العسل، مشوار بابي والقش. دوك كي نلقى هذاك الخيط يعني نعاود نصوره لكم. الخيط انا ما لقيتوش، على بالي كاين حاجه ناقصه. المهم هذه هي، وربي يوفقنا ويوفقكم ان شاء الله يا رب. المهم بالمناسبه انا الحقيبه ما كفاتنيش وزيت ديت هذه. في هذا السكادو واش ديت معايا الدواء، هذاك الدواء اللي مع الوصفه، وديت هذا الدواء الثنائي، وديت فيه يعني كاوكاو، حلويات، الماء، تدو هكذا صوالح خفاف تحطوهم في هذا باش هذا سريع الاستعمال. تنحيه من ظهرك، تفتحو تنحي واش تحب تنحي كذا. ثاني الملف الطبي تاعك لازم يكون داخل هذا ولا في يدك، مش داخل الكابه الكبيره وتغلقها بالكادنه لانه تما غير يعيطوا باسمك. لازم تكون حاضر وتروح تجري، راه ما عندكش وقت تفتح ني حقيبه ني تنحي حاجه ني والو. يعني لازم تكون ديناميك تما، لازم تكون سريع 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 جدا. لذلك انا ديت هذو الزوج. وقلت لكم ثاني هذيك الساكوشه الصغيره راهي ضروريه بالك تنساوها. هذه هي اظن الكادنه الصغيره راح نلقاها هنا. هاي ليكم الكادنه الصغيره. المهم الان نكون وصلنا نهايه الفيديو. نفكركم ديو ساشيه كيما هذه، شوفوا كيفاش تغلق وتفتح هكذا باحكام باش تحطوا فيها داخلكم الشريحه. المهم هذه، وحبل هذاك اللي قلت لكم حبل راح ضاع ما لقيتوش. هكذا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنساش انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس هكذا باش توصلوا بكل جديد، ودعمونا بزر لايك، والى اللقاء.